وانت قاعده يا بنتي كده انا مش شامم ريحه اكل. هنتغدى امتى؟ لا ما انا هقوم البس اهو. تلبسي ليه ان شاء الله؟ ما انا قلت بقى يا عمرو مش هعمل اكل النهارده. الشيف براك التركي عارفه فتح مطعم هنا والناس كلها بتقول الاكل جميل. الاكل جميل بس سعره مش هنروح نتغدى هناك. مش بص انا عارفه ان هو غالي بس مش هطلب حاجات كتير. يا بنتي ده بقول لك كوبايه الشاي ب 90 جنيه. لا ما انا مش هشرب ده السلطه ب 500 جنيه. نبقى نشرب الشاي هنا لما نيجي هنا نشرب الشاي مش مهم سلطه. طب لما شاي ب 90 وسلطه ب 500 يبقى الاكل هيبقى بكام؟ اللحمه بتاعته هتبقى بكام بقى؟ 1000 وانت طالع. مش مهم يا عمرو بقى يا بنتي ده الفواتير طالعه 14000 جنيه لا هنطلب حاجات بسيطه. هطلب حاجات بسيطه بس نفسي ادوق الاكل بتاعه. ده مش وقت ندوق. انا فرحت قوي ان هو عمل مطعم هنا. لا انا اكلك في اي حته تانية مش هنروح براك. لا انا نفسي فيه. انت ما وديتنيش مطعم تامر حسني مع اني قلت لك عليه كتير. فعايزه البراك. هنشوف لو لقينا الاسعار عاليه قوي نبقى نيجي. ما هي الفواتير قدامنا يا بنتي وعاليه. ما تلاقي الناس دي يا عمرو طلبت حاجات غاليه. انا مش هطلب حاجات كتير. هنشوف بس ما بكره اجازه بقى. هتقومي ياما تلبسي تيجي معانا؟ ما اجي معاكم فين؟ نروح المطعم اللي بتقول عليه بتاع الشيف براك ده. ده انا بشوفه على النت يا ابني. ده حاجته غاليه قوي يا ابني. هو انت قد حاجته؟ اكله؟ ده اكله غالي خالص. ما احنا هنروح نشوف كده. تروح تشوف. ما هي قالت لي مش هتطلب الحاجات الغاليه اللي هناك. الغاليه؟ طب ما قول السلطه غاليه وده غالي، امال الفراخ هتبقى بايه واللحمه هتبقى بايه؟ انت تروح تجيب لك كيلو لحمه وجوز فراخ وتعمل طبيخ في البيت احسن. انما انت هتروح تصرف لك 3000 جنيه ولا 4000 جنيه في الفاضي هات خزين للبيت. هات حاجه للبيت. والله ياما وبدل ما بتيجي عندي وتقول ايه انا جعان ياما انا عايز اكل ياما ما عملتليش اكل النهارده ولا وهاتلي والنبي ياما ازاز الزيت. هاتلي السكر. لا ده انت شايله ومعبيه يعني. ايوه اللي ما معهوش ما يلزموش. طب انا متعشم فيك ياما يعني. متعشم فيا؟ احنا في اخر الشهر. اخر الشهر؟ عشان ما تتعشمش قوي. طب يعني هتيجي معانا ولا لا ياما؟ لا مش حاجه. روح بقى. روح اصرف بقى اللي معاك وتعالى بقى اشتغلني بقى. اشتغلك؟ انا مش عاجبني الكلام ده يا عمرو والله. يا ماما ايه المشكله يا ماما؟ احنا عايزه اروح ادوق الاكل ده. الشيف ده الاكل بتاعه حلو قوي. يا ستي تكوني انت قلبك عليه. ده جاي من قلبي عليه يا ماما. احنا عايزين نتغدى بره يوم. لو هو جاي من فرنسا. اكل تركي ده معروف قوي واول مره يفتح في مصر. والله اكلنا احسن منه. لا يا ماما ده اكله بيبقى جميل وبيعمل اكل بكميات كبيره كده وبيطلع معاه مظبوط وجميل. انت عايزاه يروح يدفع. طب ايه المشكله يا ماما؟ هو يوم بقى يجي يشتغلني بقى. نشتغلك ايه ياما؟ ايه ياما الكلام ده؟ يلا يا عمرو يلا. لا انا لازم اروح يا عمرو. انا عايزه ادوق الاكل ده بتاع الشيف ده. بس ما تطلبيش حاجات غاليه. طيب ماشي. روح ادفع لك 2000 جنيه ولا 3000 جنيه. لا 3000 جنيه لا مفيش الكلام ده. طب يلا بس نروح ولما نروح هناك هنشوف. طب يلا بينا. يلا يا عم. انت رايح؟ هنروح ياما نشوف اهو. حسك عينك بقى تجيني تقول انا ده والنبي افتح التلاجه كده وتروح مطلع علبه الجبن ومطلع وهات يما مش عارف ايه وهات يما عيش وهات يما اكل عشان انا ما جبتش اكل النهارده. يلا روح. يلا انت كارف فلوسك اصلا انت ومراتك. ماشي يما.